خليك بحبوح كده وحلو كده، ما تبقاش ضيق. احنا في ايام يعني مفترجة. خليك يابا حلو كده واتمنى الخير لغيرك. ها، ايه يعني 650,000 جنيه؟ هي دي فلوس؟ خلي قلبكم حلو كده وطاهر، بطلوا حقد على العالم عشان ربنا يديكم. اه، لازم قلوبكم كده تبقى حلوه ونظيفه. انتوا عشقكم بقت تقرف. انتوا في يعني لعيبة الاهلي راحت عملت اعلان لفيلم ولاد رزق. انت مالك؟ يعني مالك؟ ايه مشكلتك انت؟ متغاظ من ايه ومقهور من ايه وتعبان كده ومحروق قوي يا عيني من ايه؟ انت مالك؟ فيلم اسمه ولاد رزق القاضية ولا القاضية الأخيرة ولا مش عارف القاضية الإيه. أنت إيه دخلك أنت بالموضوع؟ وإيه دخل أصل نبذ التعصب؟ أصل هو الإعلان كده هيثير التعصب. إيه ده؟ إيه السذاجة دي؟ وإيه الغلاسة؟ أنت مالك أنت؟ هو كل إعلان يظهر فيه لعيب من النادي الأهلي هتتقهر كده وتتغاظ وتقول اشمعنى انا ومش عارف ايه؟ ما هو لو منتجين الفيلم، واحنا عارفين مين منتجين الفيلم، ونحب نشكر منتجين الفيلم اللي هم فكروا بالفكرة العبقرية وطلعوا الإعلان بالشكل ده الحقيقة. لكن لو منتجين الفيلم فكروا في مين مثلا عندكم؟ أحمد سيد زيزو؟ لا، أحمد سيد زيزو إيه؟ عمر آدم شيكابالا. ده النجم بتاعكم دلوقتي اسمه آدم شيكابالا، باين اللي بياخد اللي يستلم الجوائز. لو كانوا فكروا في ادم شيكابالا كنت طلعتوا وهيصتوا لسياده المستشار، وشكرا لسياده المستشار، وشكرا لمنتجين الفيلم، والفكره عبقريه ومش عارف ايه، والمعلق بتاعكم السمج اللي احمد شوبير كاله على وشه قبل كده كان طلع وفقعنا بوست مش عارف ايه، ونجوم نادي الزمالك مش عارف بالقاضيه وبالمقص وفي المقص والكلام مالك؟ عادي، خليك كده حبوب كده وخد الدنيا ببساطة. احنا في عيد وفي ايام مفترجة. ايه؟ لا، مش هدخل الفيلم. انا مش هدخل الفيلم بتاع ولاد رزق علشان لعيبة الاهلي راحوا عملوا الاعلان بتاع الفيلم. ايه ده؟ ايه السخافة دي؟ الفيلم كومبليت اصلا، يعني مش محتاجينها خالص يعني. مش عارف، مش فاهم بصراحة ايه اللي انتوا بتعملوه ده. بتضحكوا الناس عليكم ليه؟ بتضحكوا الناس عليكم جوه وده عادي، انما كمان بتضحكوا الناس عليكم بره. ايه ده؟ ايه اللي دخل التعصب ونبذ التعصب ولا بيصير التعصب في اعلان فيلم؟ امام عاشور؟ او افيه سيد رجب قالوا على امام عاشور ولا افيه عمرو يوسف قالوا على قفشه؟ خليك بحبوح كده وحلو كده، ما تبقاش ضيق. احنا في ايام يعني مفترجة. خليك يابا حلو كده واتمنى الخير لغيرك. ها، ولا انت عشان امام عاشور ظهر؟ انا بصراحة يعني كنت اتمنى ان انا اشوف محمود عبد المنعم كهربا كمان في الفيلم، يعني في الاعلان وفي الفيلم طبعا، ده حاجه يعني. لكن انا كنت احب قوي ان انا اشوف امام عاشور وكهربا والناس الحلوه دي كلها اللي بتريحكم وبتهديكوا وبتاع. خليك حلو كده، خليك اعلان حلو. ليه ما تاخدش الدنيا لا، التعصب هو دلوقتي بقى بيصير التعصب. هو دلوقتي بقى بيصير التعصب، واللي قبل كده ما كانش بيصير التعصب وما بتقدرش تفتح في بقك. لا، هو دلوقتي الاعلان هيصير التعصب. يا سلام! وانت كنت لما كنت بتهز راسك انت وزمايلك، ما كنت والكلام اللي كان بيتقال لكم وانتوا بتهزوا راسكم ما كانش بيصير التعصب. ده اعلان لفيلم. ايه اللي دخل التعصب وايه اللي دخل يعني ايه اللي دخل التعصب وايه اللي دخل الجماهير في اعلان لفيلم؟ عندك ايه؟ ما تخشوش. الفيلم ناجح من قبل ما ينزل واحنا عارفين الكلام ده كويس، بسبب الانتاج وبسبب الامكانيات اللي في الفيلم. ما تخشوش يا حبيبي، عادي، سهلة وبسيطة. هو انت شايف ان في حد ما بيستفزك؟ صح؟ ما تخشوش بس. لكن هو استفزك، هو يعني الناس بتضحك عليك جوه، والجديد اللي الناس بقت بتضحك عليك، الناس اللي بره كمان بقت بيضحكوا عليك. الاعلان اول ما نزل الدنيا خربت ازاي، ولا وامام ومش امام والدنيا ايه يا عم؟ خليك حلو كده عشان الدنيا تبقى حلوة معاك، بدل ما الدنيا ما هي واقفة معاك كده وبتكسبه بالعافية. كتكم القرف.